النهاردة هنعمل صنف ينفع جدا في العزومات وموفر جدا واقتصادي جدا جدا، ويكون صنف عندك في العزومات. السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده نص كيلو كبد وقوانص، غسلته بملح ودقيق وليمون، غسلته كويس جدا وصفيته. هنحط ميه بقى بتغلي على النار، فيها طماطم وجزر وبصل ورق لوري وحبهان وفلفل اسمر وبهارات فراخ، وهنحط كمان ملح. بس كده. هننزل بقى الكبد والقوانص بتاعتنا بعد ما المية تغلي كده شوية بالحاجات اللي احنا حطيناها. هننزل بقى الكبد والقوانص بتاعتنا كلها. ده نص كيلو، هنعمل بيه كيلو. هقول لكم دلوقتي نعمل منه صينية كبيرة جدا. هحط بقى معلقتين كبار سمنة، السمنة دي اللي احنا مسيحينها مع بعض. هحط كيس شعرية وكيس لسان عصفور. عايزه اقول لكم ان الشعريه ولسان العصفور موفرين جدا، اكتر من الرز البسمتي واكتر كمان من الرز العادي، وعايزه اقول لكم هيطلعوا لكم كميه كبيره جدا. حطيت بقى كيس لسان عصفور وكيس شعريه. على فكره الصنف ده بيتعمل في الافراح يا بنات، وبيبقى عسل وطعمه تحفه. هنفضل نقلب في الشعريه ولسان العصفور لغايه ما يوصلوا للون الذهبي الجميل ده. بعد كده هنزل بورق لوري وحبهان ومكعبين مرقه. تقدري تستغني عن مكعبين المرقه وتزوديها من شوربه الكبد والقوانص. هنا طبعا انا نقلت الكبد والقوانص على عين واطيه علشان بقى تستوي كده براحتها. بس وهنفضل نقلب الحاجه بتاعتنا وننزل بقى بميه مغليه. لو انت حابه تزوديها، طبعا انا هنا حطيت مكعبين مرقه فمش هزود شوربه. انت تقدري ان انت تستغني عن المكعبين وتزودي من شوربه هحط بقى بهارات فراخ وفلفل اسمر وملح. بس كده، وهغطي عليها لغايه ما تتشرب. وبعد كده هنقلها على نار واطيه جدا، زي معامله الرز. بالنسبه للميه او الشوربه اللي هتزوديها نفس ما انت بتزودي للرز بالظبط. هنطلع بقى الكبد والقوانص بعد ما استوت، ونحط بقى معلقتين سمنه وننزل بقى بالكبد والقوانص. تقدري هنا تبدلي الكبد والقوانص بلحمه، تقدري تبدليها بفراخ، وهيبقى صنف تحفه جدا في العزومات. وعايزه اقولك كله هيسالك على الصنف ده عامله ازاي. هنفضل نقلب لغايه ما يحمروا كده معانا. وبعد كده هنطلعهم في الطبق. تقدري بقى تحطي المكسرات اللي انت عايزاها. انا هنا هحط سوداني من بتاعنا العادي، وكمان هحط زبيب وهحمرهم مع بعض. بس اول ما السوداني يبتدي يحمر ذهبي هنزل بالزبيب اهو. حمرتهم كده مع بعض. عايزه اوريكم بقى الشعريه مفلفله. بصوا مش معجنه، تحفه التحفه. هي ولسان العصفور مع بعض بيعملوا ميكس كده تحفه. وحطيت كده ورق فويل كده وزينت الصينيه بتاعتي. وبعد كده فردت الشعريه. بعد كده حطيت الكبد والقوانص زي ما قلت لك، تقدري تبدليهم بلحمه او فراخ. بعد كده المكسرات. وكلي بقى وادعيلي. صنف مهم جدا وموفر جدا في العزومات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.